نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هلا بفيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي معايا حمام، حطيت بقى حله على النار، هنزل فيها بمعلقتين زيت. وجربي حشوه الحمام دي بطريقتي واوعدك انك مش هتندمي. معلقتين زيت معايا، وهجيب معلقه سمنه بلدي. معلقه سمنه بلدي حلوه كده. ممكن سمنة كله، ممكن زيت كله، بس انا عملت ميكس زيت على سمنة بلدي. احنا بقى عند القوانص والكبد مقطعاه، هنزل بقى هي الاول عشان بتاخد سوا شوية. هحطها وندي تقلبتين كده عند النار عالية، خلو تشويحتين كده، بس انا عشان مسرعة الفيديو بقى. بصلتين حجم وسط حلوين كده، خرطهم ناعم. خرط بصلتين بقى عليهم، واسيبهم بقى يتشوحوا شوية كده، وبعد ما يتشوحوا منزل عليهم بالبهارات تتحمص معاه. بس خلاص كده بقى، هدوم تقلبتين. لو كنت وصلت لحد هنا متنسيش تحط لايك وتعليق حلو منك. هنا بقى معايا قرن فلفل سبايس احمر، هاخد نصه بس مش هحط كله. عشان ما يبقاش حرق. او هنا بقى احط شويه ملح، ما تكترش عشان لو هتحط في الحشو ولسه الشرب عشان ما يبقاش حادق. وهنا بقى ملك الليله كلها الفلفل الاسمر، يعني نحط معلقه كبيره فلفل اسمر كده، حطيت واحده ماجي. وهقلبهم في بعض ياخدوا طعم صح. معايا رز ابيض هنا مصري مغسول ومنقوع، وقصدي مصفياه. هنزل بقى كله بيه واشوحه كله في قلب بعض، واحط له كوبايه ميه. شوحيه بقى كله على بعضه كده. هحط كوبايه ميه بقى. حطيت كده كوبايه ميه اهو، عشان بس ايه الرز يطلع معاكي مفلفل وميبقاش معجن، وكمان الرز يستوي نص سوا. حله تانية على النار، على نار عاليه، هحط معلقه زيت برضو ومعلقه سمنه بلدي. سخنت بقى الحله. معايا نص كيلو لحمه بلد احمر من عند الجزار كده، انزل اشوحه في قلبها. هنعمله لحمه بالبصل. شوحت بس تشويحتين كده ببعض، بالسمنه بالزيت، لحد ما لونها كده يتغير، او كده لونها اتغير بقى. احط عليها فصين توم، مش عايزه توم براحتك. حطيت بقى في الهريسه دي 3 فصوص توم كده، واقوم رايحه مشوحاهم، شميت ريحتهم. اقوم بقى مخرطه البصل والخضار اللي جنبي. هقطعهم بقى جوليان كده. بصلتين اتنين، عايزه اكتر كتر، بس البصل بيخليها مسكره ولها طعم. جربي بقى حته اللحمه دي كده وعلى ضمانتي. خرطت كده البصلتين اللي معايا. ومعايا قرن فلفل احمر، ده بقى نص القرن الفلفل السبايس اللي انا حطيت منه في خلطه. وهجيب بقى القرن الاحمر ده كمان كله كده، لان ده كان بارد. وابدا بقى احط المنكهات بتاعتي، الورق اللورا والمستكه والحبهان والفلفل الاسمر والبهارات، واسيبها بقى اديلها كوبايه ميه. حطيت واحده ماجي كمان اللي كانت باقيه من التانية. حبيتين هيل، ورقتين لورا كده، وحبيتين قرنفل. هقلب بقى كله ببعضه كده، واديلها كوبايه ميه واسيبها على يعني تاخد اول غلوتين كده. لما تغلي هدي عليها على نار هاديه بقى، لان لسه هنعمل تركايه فيها تانية بقى. هنا الرز بالخلطه شرب الميه اهوت. خلاص هطفي عليه بقى.
حطيت هنا نص معلقه بهارات مشكله كمان. حطيت بقى كوبايه الميه، غطي عليها سيبها تغلي بقى. هنا الرز بقى كان الشرب، هاخد اروح افضيه عشان يبرد. طبعا انا مش هاخد كله، انا هاخد على قد الحمام اللي انا هحشي بس. اهو بس كده كفايه، هسيبه بقى يبرد شويه، 5 بس افرده كده يبرد خالص. عقبال نسيبه يهدى شويه بقى، عشان لو حطينا كده بيفرقع جلد الحمام. يهدى بس شويه كده. همسك بقى الحمامية بتاعتي بطبقها كده عشان تطلع زي بتاع المطاعم. ايوه كده. اهي بكسر عظمها كده وابدا احشيها بقى. انا بحشي ما بين الجلد لحد فوق عند الرقبه كده، وبحشي من جوه وبقفل بقى الرجل. في ناس بتحشي من فوق، انا بحشي بقى من تحت الجلد كده ومن بطنه من جوه، وبقفل عليه كده بقى. لازم الحمامية تكون متبططه كده، متكونش منفوخه عشان ما تفرقعش منك في قلب الميه. اه زي دي كده المتكيه عليها مبططه اهيت عشان ما تفرقعش في قلب الميه. هعمل بقى واحده كمان معاكم، وهعمل انا بقى مع نفسي كده. خلاص كده خلصتهم بقى. علق لهم ميه، لازم الميه بتاعتهم تكون بتغلي، متبططين كده وخلاص. حطيت لهم ميه اهيت بقى. اللحمه هنا كنت بقلبها تقليبه غلت اهيت، وانا مهديه كل ده على نار هاديه. هحط بقى في الميه الحاجات المنكهه بتاعه الشوربه، واسيبها تغلي بقى. نص بصلايه، حبه ملح، شويه فلفل اسمر، بردك ورق لورا وحبهان. لو وصلت لحد هنا بقى حط لايك حلو وتعليق منك حلو. سيبها بقى تغلي. خلاص كده كانت المية هنا غلت اهيت. هحط الحمام على بطنه بقى كده بس. هجيب له شويه ميه ازود عشان حسيت الميه قليله عشان ما يفرقعش. بس هغطي عليه بقى. من بعد ما بتغطي كده وتحطيه، عد على اظبطي على التليفون بالظبط 35 دقيقة 40 دقيقة وبيكون الحمام مستوي، مش اكتر من كده عشان ما يتهرى. نبدأ بقى نعمل طبق سلطة. اللي بيتابعني بقى يقول لي بيتابعني منين ويكتب هو منين. خلينا نتعرف على بعض كده في الكومنتات، واي حد يكتب كومنت هرد عليه. بس اللي ببارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى خلاص خلصت عشان ما اطولش الفيديو. عصرة ليمونه بقى، وهسيبها لحد ما نيجي ناكل بقى. احط لها شويه ملح والتوابل بتاعتها بقى. طماطميه بقى ديت، الطماطميه ده هقول لكم عايزينها ليه دلوقتي. اقلب بقى الليمونه فيها واسيبها. هسيب المعلقه. نروح بقى على اللحمه اهي. الحمام نكشفه نقلبه الاول تقليبه.
المية بتاعتها بتشرب واحدة واحدة. همسك بقى الطماطمية ديت ايه، اقطعها في قلبها مكعبات صغيرة كده. عايزة تبشريها بشريها، عايزة تفرميها افرميها. بس خلاص هبدأ تقلبها بقى واغطي عليها. ياسين كده كانت داخلة في مرحلة السوا. هنا الحمام خلاص. كان فاضل له مفيش دقيقتين. هاخد بقى الحلة وجبت طاجن، والطاجن ده بقى يا وعد عليه هو اللي كان في الليلة كلها يعني. هقلبها في قلب الطاجن وادخلها تحت الشواية تحمر بقى، وهات عيش وخضرة بقى ومخلل ودي. مش عايزة رز ولا عايزة اي حاجة دي. يا سلام بقى لو كان فيها كيس بامية ولا حاجة. الحمام بقى هنا كنت نشلته وخلص. خدي مني التركات بقى، معلقة قشطة وعصير عليها ليمون. انا جبت معلقة قشطة اهيت. هخلطها بقى كلها ببعضها، اعملها كده لانها كانت القشطة عندي ساقعة. وهدعك بقى الحمامية من ورا ومن قدام كده كلها على بعضها. اغرقها بالقشطة بقى. اتفرجي على لون الحمامية كده بقى، والله طعمها حاجة كده بلدي بلدي يعني. اهوت. خلاص كده بقى. هعلي النار على الطاسة. اما راح اجهز الطبق بقى بتاعنا، نجيب طبق محترم كده نفضي ببقية رز الخلطة اللي خدته. زودته شوية مية، كنت خدتها على قد وزودت شوية مية. هنا بقى كان الاكل بتاعنا خلص خلاص. وده الشكل النهائي. حمامية ما شاء الله مش مفرقعة، لونها ما شاء الله احلى من بتاع المطاعم كمان. رز الخلطة اهوت. اللحمة كمان دايبة سخنة مش عارفة امسكها. والسلطة والمخلل معانا، وجبت شيبسي كمان. هجيب عيش بقى، وبعدين جبنا عيش من تحت وخضرة وكده. شفتوا منظر، شفت طاجن اللحمة ده لوحده بقى في حتة تاسعة خالص. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة. باي باي.